انزل. شايف بذور الكتان يا جدعان؟ فيها تحس ان هي نازله بطريقه لذيذه، نفس الطريقه كده، ده يصفي فيها. طبعا كتير منكم ما بيحبش ريحه الحلبه، وعارفين اللي هي وحشه في الريحه والحاجات دي. طب يا قمر بقول لك ايه، بصي لي بصي لي انت، صلي على النبي الاول. اول حاجه هقول لك على حاجه تعمليها دلوقتي، ان انت تضيعي ريحه الحلبه، عشان طبيعي جوزك وحياتك وانت ذات نفسك ما بتحبيش الريحه دي. فانا هقول لك على حاجه دلوقتي نحطها مع الوصفه تخلي الريحه تروح خالص. للمعلومه يا جماعه، اي وصفه انا بقول لك عليها او اقول لك تعمليها، لازم يا ست الكل تكون على الشعر وهو مبلول. طول ما الشعر وهو مبلول، عامل زي حته الارض كده وهي مبلوله، تحط فيها او هي مرويه، تحط فيها البذره بتاعتك او اي حاجه هتجيب معاكي نتيجه كويسه. الشعر وهو مبلول بيبقى باضعف حالاته، بمعنى ان انا لما اجي احط اي وصفه بقى، اي زيوت، اي حاجه، الشعر بيبقى ضعيف، فبيبدا ياخد اللي انت تديله. اي حاجه لو حطيتي زيت، وصفات، اي حاجه هيجيب معاكي نتيجه كويسه.